مساكم الله بالخير جميعا. الليلة معنا سالفة وإن شاء الله نجوز لكم. يقول في إحدى السنوات كان فيه بدوي اسمه ناجع، صبي صغير في السن، وكان الصبي هذا وحيد يبيه وأمه، وكان صبي عاقل هادي ما يحب المشاكل، ما عنده من الشغلة إلا يسرح عند البل ويضوي بس. والصبي دائما كان متحزم بسلاحه إذا سرح مع البل. الوكاد أنه انتشر عن الصبي في المحيط اللي حوله أن الصبي ذليل ما يقدر يسوي شيء عشان لأنه عاقل، فطلعت عليه هذه السمعة أن الصبي ذليل. يعني شافوا الرجال في حاله قالوا هذا مسكين. هذا تفكير الناس، كثير الناس تفكيره كذا، وانتشرت سمعته أن الصبي هذا ذليل ما يقدر يسوي شيء، كل يوم سارح له مع حلال معود مع حلال. في 5 أشخاص اطمعوا في ذا الحلال اللي مع ذا الصبي. طبعا ال5 أشخاص هذولا كانوا من جماعة الصبي اللي قال له ناجع، اطمعوا في حلال الصبي، قالوا بنروح صوبه بنرضخه وبناخذ حلاله ولا هو بقادر يدافع عن نفسه لأنه ذليل. فانتظروه لين يسرح في البر. طبعا مثل ما ذكرنا الصبي ما يسرح الا سلاحه معه. في يوم بعد الصبي وحلاله من الجماعه توجهوا صوب الصبي، واجتمعوا على الصبي يبغون يرضخونه وياخذون سلاحه وجنبيته اللي متحزمين بها وياخذون البر ويتوكلون على الله. لكن خاب ظنهم يوم قدر الرياجين متحاولينه وبعضهم ماسك في ناجع يبغي ينهب سلاحه ولا ينهب جنبيته، فهم متحاولين بلية البلايا مو هو بالصبي. طبعا ناجع يضرب يده الين نهب واحد منهم جنبية ناجع خنجر. يوم شافه نهب جنبيته فياخذ سلاحه ويثور فيه، ثور فيه وذبحه. فلما سمعوا الأربعة الباقيين أن السالفة غدا فيها ذبح وغدا فيها بندق والرجال ما كانوا متسلحين هربوا. خاب ظن الرجال يحسبون الرجال ذليل ما يقدر يستعمل السلاح اللي معه. فلما هربوا لحقهم ناجع وذبحهم على واحد واحد، ذبح ال5 كلهم، خلاهم موتان في الوادي وسرح مع البل. ويوم ضوى على جماعته فاي الخبر قده عندهم الناجع ذابح له 5 رياجيل من جماعته. سألوه وش علمك يا ناجع ولا وش السالفة؟ قال سالفتي ندافع عن نفسي، الرياجيل ال5 اللي انتم تشوفون مهاجميني يبغون ياخذون حلالي وياخذون سلاحي، وانتم خابريني ما نعيل على احد، انا رجال عاقل راح نسارح بحلالي ولا تعرضوني. وجاهم ما جاهم. طبعا في قرية وزان جماعة ناجع. طبعا ناجع وجماعته كانوا عايشين في إحدى الجبال. الوكاد أن القرية هذه فيها حاكم. وصل خبر ناجع إلى حاكم هذه القرية اللي وزان الجبال اللي يعيش فيها ناجع وجماعته. طبعا والي هذه القرية هو المتصرف في هذه القرية والجبال اللي وزانها. فارسل من عنده الوالي مثل ما تقولون شرطة أو عسس أنهم يجيبون ناجع أو يسلم نفسه لأنه رجال مرتكب جريمة ذابح له 5 رياجيل. فلما وصلوا ذول العسس عند ناجع قال ناجع أنا ما ذبحتهم عطان أو مزاح، ذبحتهم رياجيل عايلين علي متعرضين يبغون ياخذون حلالي وأنا مدافع عن نفسي. فشهدوا الجماعة كلهم نعم الناجع رجال معروف عنه أنه رجال عاقل ولا هو يعيل على أحد، وال5 اللي ذبحهم ناجع معروفين بالشر من زمان. وشهدوا بعد الجماعة أن ال5 اللي ذبحهم ناجع كانوا قطاعين طرق وكانوا مؤذين بالناس، وما يحتاج ناجع ما راح يذبحهم إلا دفاعا عن نفسه، هو ما راح يتعرض لهم. خذوا الخبر العسس وودوه صوب الحاكم. فلما سمع الخبر الحاكم قال دامه كذا في حقه انه يذبحهم، دام هذول اللي ذبحهم كانوا قطاعين طرق بعذره، ويوم ذبحهم دفاعا عن نفسه وعن حلاله فهذا بعذر الرجال، بعذر الرجال ولا يلزمه شيء من القانون، لان هذا موجود حتى في الشرع الاسلامي انك تدافع عن حلالك، تدافع عن حلالك وعن نفسك، موجود في الشرع الاسلامي انك لازم تدافع عن حلالك وعن نفسك، واذا مت تكون شهيد. في حديث النبي عليه الصلاه والسلام لا يحضرني الان لكن يتكلم عن مثل هذه الحادثه. قام الوالي وعفى عنه، قال الرجال في حقه. الوكاد ان شهرة ناجع او سمعة ناجع انتشرت عند الناس انه رجل شجاع، لان الناس يحسبون ناجع هذا الرجل كانه ذليل، لكن تفاجئوا شجاعة هذا الرجل اللي ذبح 5 من اقوى قطاع الطرق عندهم، كانوا هذول ال5 اللي ذبحهم من اقوى الرجال عندهم. وانتشرت السمعة عن شجاعة ناجع وسارت بها الركبان ووصلت للقرى والقرية اللي حكمها الوالي ان ناجع هذا شجاع. فيه رجل، هذا الرجل كان عليه قضية في القرية اللي كان يحكمها الوالي هذا اللي جنب الجبال اللي يعيش فيها ناجع. هذا الرجل وحكم على هذا الرجل غيابيا بالسجن. فهرب الرجل لما حكم عليه، هرب إلى الجبال اللي يعيش فيها ناجع. إن هذا الرجل اللي راح للجبل رايح ناوي ناجع، ناوي يدخل على ناجع أو يزبن على ناجع، لأن مثل ما قلنا لكم كانت سمعة ناجع يعني سارت بها الركبان وانتشرت في القرى اللي وزان الجبال، في الجبال ووزان الجبال الناجع هذا رجل شجاع. فعلى طول تنصى هذا الرجل بيت ناجع وزبنه، قال له ناجع حرست وخاب طلابك، حياك مرحبا.
والله ما حد يقربك، وراسي يشم الهواء. من أنت مطلوب منه؟ قال الرجل مطلوب من الدولة. قال الدولة ولا غيرها؟ والله ما حد يقربك، الوكاد، البيت بيتك، ومن جاك ولا تعرضك أنت في وجهي. طبعا الوالي اللي في القرية خبروه العسس أن هذا الرجل اللي عليه قضية وحكم عليه بالسجن هرب وزبن بناجع. ناجع هذا الرجل اللي عليه قضية قديمة. فأرسل الوالي العسس من عنده صوب الشرطة على أن ناجع يسلم الرجل المطلوب العدالة. كان ناجع والله ما تلمسونه ولا تحركونه ولا تعرضونه. قال الشرطة ليه ما تسلم العدالة؟ قال ناجع الرجال دخل علي زبيني، ما تدري بسلوم العرب أنت؟ الرجال جابني علي وأسلمه لك. المهم توكل على الله توكل على الله. قال وكاد اللي يبغيني يدفنه هنا يروح يتعرضه. اي قال توكلوا على الله وعودوا على واليكم وعلموه اني ما راح اسلم دخيلي وبس. عودوا هؤلاء الشرطة صوب الوالي وعلموه بالخبر. قالوا طيب هذا الحين مسوي قضية من اول وخليناه وذا الحين زب مجرم، شو سالفته؟ الوكاد انهم استسلموا الامر الواقع الوالي والشرطة اللي معه. قال ما نقدر نجي في الجبال وبعدين ناجي معروف ذبح له 5 رجال، الرجال والله ما تاخذون دخيله كون موته كون يموت هو. الوكاد راحت الايام وجات الايام والدخيل ما زال في بيت ناجع. المهم ان الدخيل تضايق من جلسة البيت، فحب يشم هواء، فحول من الجبال صوب القرية متلطم، يحسب ان الشرطة ما هي بعرفته، يبغى يشم هواء، يبغى يشوف القرية، يبغى يتمشى. الوكاد قام حول في وجه الشرطة، فعرفت الشرطة ترى ان هذا الرجل هو المطلوب العدالة اللي كان زابن عند ناجع. جودوه على طول ورضخوه رضخوه 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 وشلوه معهم ودوه. طبعا رضخة هذا الرجل كانت على مرأى من الناس، وكانوا فيه ناس من جماعة ناجع من أهل الجبل كانوا يشوفون دخيل ناجع قاعدين يرضخونها الشرطة. فوصلوا الخبر للناجع ان دخيلك رضخوه الشرطة وجودوه. قال كيف رضخوه الشرطة؟ قال العلم جاك دخيلك عينها في القرية مرضوخ ومودع. فلما عود البيت ناجع يسمعنا عاد الخبر كذب. لما جاء البيت ما عين دخيله، هنا وكد ان علمهم صدق ان الشرطة جودوا دخيله ورضخوه في القرية. طبعا ناجع غضب شديد على اللي سووه الشرطة في دخيله، ونوى انه ياخذ حق دخيله ويثأر الدخيله. ونوى ناجع انه ياخذ حق دخيله. شلون ياخذه؟ عن طريق قتل الوالي. يبغي الوالي في ضرب الدخيله. هذا كله ليش؟ لانهم اخفروا ذمته. ليه يضربون دخيله؟ هم يدرون انه دخيل الناجع يقومون يرضخونه. بامر من؟ اكيد بامر من الوالي. الوالي راضي، فدام الوالي راضي انا راح اخذ حق دخيلي من الوالي نفسه، ولا راح اخذه ضربه، راح اخذه ذبحه، راح اذبح الوالي في ضربه دخيلي. وفي يوم نوى انت يا ناجع نوى انه يدخل على قصر الحكم، حكم اللي في القريه، في اخر الليل عندما ينامون الناس. فلما ومى الناجع ان الناس ناموا على طول تسلل الى القصر والى غرفه الوالي. دخل الغرفه بدون ما احد يحس به. فعين له رجال راقد له على سرير، وثب على الرجال وقعد ينجفه 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 الين سلمت روحه. عقب ما خلص قام على جنبيته وردها وطلع من القصر مثل ما دخل، وعود على جماعته في الجبل. طبعا ناجع لما سوى ذا الحركة ارتاح راحة نفسية، لأنه خذ حق دخيله، خذ ضربة دخيله بذبحة الوالي. الوكاد ناجع أمسى متوقع من بكرة ينتشر الخبر أن الوالي مذبوح. فلما أصبح ناجع جاءت الأخبار عكس توقعات ناجع. وشلون جاءت عكس توقعات ناجع؟ لأن الوالي ما زال حي، ما ذبحه ناجع. من هو ذبح ناجع؟ أجل ذبح نائب الوالي. شلون؟ لأن الوالي نفسه كان ذاك الليل ممسي في الصحراء، كان قانص، وكان نائبه راقد في غرفة الوالي، وناجع جاء ذاك الليل يحسب أن هذا الرجل هو الوالي وذبحه. هنا تندم ناجع، قال ذبحت يا رجال ما هو بالله ناوي. طبعا ناجع كان وده يذبح الوالي، كان مستانس انه ذبح الوالي في دخيله اللي هو رضخ، لكن خابت توقعاته، ذبح نائب الوالي. طبعا الخبر اللي انتشر في قصر القرية ان اللي ذبح نائب الوالي هو ناجع، لان اصاب الاتهام كلها اتجهت الى ناجع. وطبعا ناجع يقولون انه لما جاء الخبر انه ذبح، ان اللي مات نائب الوالي وليس الوالي، انه تكلم قدام الناس قال اخطيته، كان ودي اذبح الوالي وذبحت نائبه. فعرفوا ان الجريمه هذه ما وراها الا ناجع، فارسلوا الناجع انك سلم نفسك، تراك اللي ذبح لنا الرجال، ذبح لك رجال، سلم نفسك. قال ناجع ما انا مسلم نفسي، انا ابغى الوالي وطحت لي في رجال غير. قال ناجع اللي يبغى امه تبكيه يقربني، انا كان ابغى اذبح الوالي لكني اخطيت وذبحت نائبه، والنائب مثل الوالي، ذا راضي وذا راضي.
طبعا الوالي يدري ان ناجع ذا ما راح يسلم نفسه الا مذبوح، والعالم يبغونه حي ما يبغونه ميت. الوالي يبغيه حي ما يبغيه ميت. ولو ارسل الوالي رجال من عنده صوب ناجع عشان يمسكونه راح يصير فيها اطلاق نار اكيد، وراح يموتون رجال من رجال الوالي. عشان كذا يبغى الرجل حي، يبغى طريقه ثانيه. الوالي طبعا يبغي له حل يكون ما في خسائر، وفيه بعد اخرى انه يلقي القبض على ناجع حيا وليس ميتا. طبعا ليش يبغى يلقي القبض على ناجع حيا؟ عشان ينكل به، عشان يخليه عبره لمن يعتبر عقبه يذبح. هو مذبوح ناجع بس يبغى يخليه عبره اول، لانه تسلل الى قصر الحكومه اللي هو قصر الوالي ودخل بدون شيء وذبح الوالي. يبغى يذبح الوالي، هو يبغى ينكل به، يبغى يخليه عبره لمن يعتبر. قال ما في طريقه الا طريقه واحده، انتم خابرين الرجال اللي زبن على ناجع؟ قال الشرطه نعم خابرينه. قال جودوا الرجال اللي كان دخيل عند ناجع، اللي ناجع مسوي ذا المشاكل كلها عشانه. الوكاد لما جودوه قال انشروا الخبر ان احنا نذبحه، وقولوا في الخبر ان احنا راح نذبحه بدلا عن ناجع. ليش؟ لان لولا هذا الرجل ما تسبب ناجع في هذه المشاكل. فاذا وصل هذا الخبر عند ناجع اكيد انه راح يزعل وراح يأنبه ضميره. شلون زبيني ودخيلي يذبح بدل عني؟ ليش؟ شو سوى؟ واكيد ناجع راح يسلم نفسه عشان نفرج عن دخيله. هذه الخطة. فقاموا الشرطة وسووا اللي خطط له الوالي، وقبضوا على دخيل ناجع وسجنوه، وانتشر الخبر عند العالم ان دخيل ناجع راح يقتل يوم الفلاني في الساعة الفلانية بدلا عن ناجع. الين وصل الخبر عند ناجع. طبعا ناجع لما سمع ذا الخبر على طول زعل وقال ليش يذبح دخيلي بدالي؟ ليش؟ انا المطلوب دخيلي يذبح بدالي ليه؟ فارسل ناجع للوالي قال بسلمكم نفسي بشرط انكم تفرجون عن دخيلي. قال الوالي اصلا ما نبغى الا انت، اصلا ما جودنا دخيلك الا عشانك، بتسلم نفسك فكان دخيل. وقال الوالي ترى دخيلك بكره بينقل الى السجن الفلاني، وبعدها ان شاء الله بيحكم عليه بالقصاص، الا اذا سلمت نفسك افرجنا عنه. لما جاء ناجع رد الوالي نوى انه يسلم نفسه عشان يفرجون عن رفيقه. في يوم اصبح راح صوب الطريق المؤديه الى السجن الاخر اللي هم مودين رفيقه صوبه. قاعد ينتظر الرجال الشرطه اللي بينقلون زبينه من السجن اللي في القريه الى سجن اخر. يوم زل شوي فيول الرجال الشرطه جايين وزبينه معهم، دخيله معهم، مركبينه فوق تكي الذلول ومربطينه. فاعترضهم انت يا ناجع. السلام عليكم. قال عليكم السلام. قال ناجع انا ناجع اللي تدورون له، ولا انتم بتذبحون دخيلي عشاني؟ انا اذا بسلم نفسي وافرجوا عن دخيلي. قال الشرطه خبر طيب، تجرد عن السلاح اللي معك. فقام ناجع وتجرد عن السلاح اللي معه، البندق والخنجر المتحزم به وحذفها في القاع. فقام واحد منهم وجود ناجع وربطه. في واحد من الشرطه راح يبشر من؟ راح يبشر الدخيل. الناجع سلم نفسه، فلما وصل عند الدخيل قال ابشرك انهم بيفرجون عنك. قال الدخيل بعدي ليه؟ قال ناجع سلم نفسه. كان ناجع سلم نفسه. فلما عرف الدخيل الناجع مسلم نفسه ومضحي بنفسه عشانه، جات السكتة قلبية من هول الصدمة وتوفى على طول. وهاي الرجال جثة هامدة غير مربط. قام الشرطي يحركه، يا ولد ايش بلاك؟ ساكت ما في حركة. يوم فحص عليه فاي الرجال قد فارق الحياة. ليه؟ من هول الصدمة. الناجع يبغي يموت عشانه. طبعا الاحداث هذه تصير وناجع ما يدري بشيء. ما زالوا الشرطة يربطونه عشان يركبونه بدل هذا الدخيل فوق الذلول وينزلون الدخيل ويفرجون عنه. الوكاد لما خلصوا من تربيط ناجع فنزلوا الدخيل، ما علموا ناجع. طبعا لما جاهم الخبر ان الدخيل مات ما علموا ناجع بشيء عشان ما يتهور. طبعا لما نزلوا دخيله من الذلول طبعا ناجع يشوف دخيله ينزلونه بزين مغمض عينه، في حسب ان دخيله راقد. فيقول ناجع جعله نوم العافيه، ابشر والله بالسلامه، ابشر انك ترقد وامن، وابشر انهم بيفرجون عنك. انا اذا ناجع سلمت نفسي، خلوه تكفون لا تزعجونه، خلوه يرقد الين يقوم على راحته. طبعا ناجع ما يدري ان دخيله فارق الحياه، هو مسلم من نفسه عشان يفرجون عن دخيله، لكن ما كان يدري ان دخيله مات من هول الصدمه. فلما ركبوا ناجع فوق الذلول يبغون يرجعونه للقريه عشان يحاكمونه هناك، جاء كبير الشرطه عند ناجع وقال له يا ناجع دخيلك يطلبك البيحه. قال ناجع شلون يطلبني البيحه؟ قال توفى الله يرحمه. قال متى توفى؟ قال توفى قبل شوي من هول الصدمه. انت تحسب ان احنا يوم حولناه انه راقد الا قده متوفي. يوم درى
انك بتضحي بنفسك عشانه، انصدم ومات. هنا ظرفت عين ناجع وتسكرت الابواب كلها في وجهه، جاي يبغى يفك الدخيله من الموت، لكن لا، ما فر من الموت حتى من دون قصاص. مات الرجال. الموت اللي انت طاقم به منه جاه يا ناجع. تقطعت السبل الان في وجه ناجع. الرجال صار اسير، صار موثق ومربط. على طول شلوا ناجع وودوه صوب القريه عشان يحاكمونه. فلما وصل القريه ووصل ناجع عند الوالي، وعرف الوالي بالحادثه اللي صارت عندما سلم ناجع نفسه ان دخيله مات من هول الصدمه، حزن الوالي حزن شديد على هذا الرجل الذي سلم نفسه عشان يفرج عن دخيله، لكن انصدم بموت دخيله. فرق الحادثه الوالي، مع انه كان يبغى يذبح الوالي، لكن رق الوالي لحالته انه مهما كان بشر الوالي. فقال انا بتنازل عن حقي انك تبغى تذبحني وحق القانون، ما نبغي منك شيء يا ناجع. الوحيد اللي يبغي منك من؟ اهل المقتول، اهل النايب اللي ذبحت انت. طبعا يا ناجع انا ما سويت كذا ولا تنازلت عن حقي الا ينفت فيك شهامه ومروه، انك رجال ضحيت بنفسك وسلمت نفسك عشان تفرج عن دخيلك. وفوق كذا انصدمت منك يوم سلمت نفسك وتفرج عن دخيلك مات، طلعت انت صفر اليدين. فعشان كذا تنازلت عن حقي وحق القانون. الحين ما حد له حق عندك الا اهل المذبوح اللي هو النايب اللي انت ذبحت انت. اذا عفوا عنك الله يجزاهم خير، واذا اقتلوك حقهم. طبعا الوالي يتكلم ذا الكلام كله بيه وناجع ساكت. المذبوح اللي ذبحه ناجع اللي هو النايب كان له اخ وولد. كان اخ المذبوح اللي هو النايب كان رجل حقود، كان يبغي ناجع باي طريقه، هذا اللي ذبح اخيه يبغي يثأر منه، يبغي ياخذ حق اخيه. بعكس الولد اللي كان متهاون، يعني كان رجل معه دين، ولد المقتول كان معه دين. لكن اخو المقتول لا، كان حقود يبغي يقتل ناجع. فكان اخو المقتول يتكلم مع ولد اخيه، طبعا ولد اخيه هو الوصي، فقال لازم تذبح اللي ذبح بيك ولا بيغدي عليك عار، اذبح اللي ذبح بيك لازم. طبعا هذا الكلام عندما وصل الخبر عند اهل المقتول ان ناجع مسكوه اللي ذبح رفيقكم، انكم تقدرون تعرفون عنه او تقتلونه او تاخذون بدال هديه. وكان عم المقتول دائما يلح على من؟ يلح على ولد اخيه، بما انه الوصي يلح لازم تذبح ذباح بيك، لازم تاخذ حقه. الوكاد ان هذا العم الحقود اقنع ولد اخيه انهم يذبحون ناجع ببيه، وقرروا القصاص وحددوا يوم القصاص. وكان يوم القصاص معروف عندهم يوم الجمعه، عقب ما يصلون الجمعه يجتمعون في الساحه المعروفه ويقصون المجرم. لكن كان هناك نظام انه ما يقتص من القاتل الا ولد القتيل او واحد من اهله، اذا لم يكن موجود ولد القتيل يقتص واحد من اهل القتيل. جاء يوم الجمعه صلوا جماعه الجمعه وطلعوا صوب الساحه يبغون يشوفون القصاص من؟ قصاص ناجع. في يوم حطوا ناجع في الساحه عشان يقصونه. الوكاد راح انت الوالي وسلم السيف لمن؟ سلم السيف الولد المذبوح، قال هذا السيف وهذاك ناجع، روح قصه. قال ولد المذبوح انا ما اعرف اذبح يا طويل العمر، خل الجلاد اللي عندك يذبحه. قال الوالي لا ما هو بذبحه، انت تبغى تقتص منه اذبحه بيدك، يبيك اللي مذبوح. قال الصبي زين بدل غير يا طويل العمر. قال الوالي هذا العلم. من اللي كان يسمعهم؟ اللي كان يسمعهم عم الصبي اللي هو اخو المذبوح. فجاهم العم وقال لهم وش هذا الحكايه فيه؟ عادك تذبح الرجال؟ قوم اذبح الرجال، قوم اذبح اللي ذبح بيك، وش بلاك؟ وش هذا الحكايه فيه؟ خلصنا منه. جلس العم يلح على راس من؟ على راس ولد اخيه. لين اخذ السيف ولد اخيه راح صوب ناجع يبغى يذبحه. يوم قدها رافع عن السيف يبغى يهوي على راس ناجع. قال الصبي يا ناجع. قال ناجع نعم. قال جعلها في ذمتك يا ناجع تسأل عنها يوم القيامة. أنت يوم ذبحت بي متعمد تدور لبي؟ قال ناجع لا والله ما أدور له، أدور للوالي وذبحت بيك بالغلط، ولا أنا أبغى أذبح الوالي. فقال الصبي جعلها في ذمتك يا ناجع. قال ناجع جعلها في ذمتي إني كان أدور للوالي وذبحت بيك بالغلط. فهي الصبي يوم نزل السيف ورفع يده وقال اشهدوا يا جماعة اني عفيت عن ناجع لوجه الله. من اللي سمعه؟ العم. طبعا العم لما سمع ذا الكلام اشتد غيظه وراح صوب ولد اخيه قال تعافى عن ذبح بيك؟ قال نعم، لانه مو بقاصد يذبح بي ولا هو متعمد. ترى مهم مرجل اني اذبحه وهو قاعد جالس، مهم مرجل. لو اني معي في ساحة واقع وذابحه كان تعد من المراجل، غير معي رجال مكتف اذبحه
وين يهم المراجل ذي؟ وهذا كله ما هو متعمد الرجال يذبح بي، ما بينه وبين ابي عداوه عشان يذبحه. اخطا الرجال يبغى يذبح الوالي فذبح بي، عشان كذا عفيت عنه. وهكذا عفى هذا الصبي عن ناجل. الى هنا انتهت سالفتنا. هذا والله اعلم، واسمحوا لنا على طاله.